دايما كده بنسمع عن الاوميجا 3 وفوائدها الجباره وان مفيش منها اتنين. بس هل في حد عمره كده جه خدك من ايدك وقال لك تعالى يا ابني اما اعلمك ايه هي الاوميجا 3 دي وبتشتغل ازاي وبتعمل ايه؟ صعب صح؟ عشان كده في الفيديو ده ان شاء الله انا هعلمك ايه هي الاوميجا 3 بتشتغل ازاي وجرعاتها وكل حاجه، وأعلمك كمان مصادرها. هبدأ معاك إني أعرفك عن العناصر الغذائية الأساسية، بعدين هديك نبذة سريعة عن الدهون اللي بالمناسبة الأوميجا 3 جزء منهم، بعد كده هكلمك عن الأوميجا 3 ذات نفسها بقى إيه هي وإيه جرعاتها والكلام ده كله وفوائدها اللي اتهرست 6000 مرة قبل كده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم اخوكم اسلام ابو عجم. ركز كده بقى وصحصح معايا علشان الفيديو ده ان شاء الله مليان معلومات جامدة جدا. هنبتدي اول حاجة زي ما اتفقنا بايه هي العناصر الغذائية الاساسية. العناصر الغذائية الاساسية دي هي منتهى البساطة الحاجات اللي جسمك ما يقدرش يعيش من غيرها وبيحتاجها علشان يكبر الخلايا بتاعته والوظائف الحيوية والكلام ده كله، وهي دي الحاجات اللي انت لو بعدت عنها وما خدتهاش جسمك هيخش في اعراض نقص للحاجات دي. العناصر الغذائية الاساسية دي متقسمة لثلاث انواع. النوع الاولاني هو اللي جسمك يقدر يصنعه، زي مثلا الكوليسترول. جسمك يقدر يصنع كوليسترول فانت مش محتاج تاخد الكوليسترول من بره. لو انت ما خدتوش من بره الكبد هيتعلي تصنيعه، لو انت خدته من بره الكبد هيقلل تصنيعه. بس اوفرول انت مش محتاج تاخده من بره، بس جسمك ما يقدرش يعيش من غير كوليسترول. تاني نوع معانا هي الحاجات اللي لازم تاخدها من الاكل، زي مثلا الفيتامين سي. فيتامين سي انت لو ما خدتهوش من الاكل، زي مثلا الجماعه البحاره زمان اللي راحوا بسفن في المحيطات وكده، ابتدى يظهر عليهم اعراض مرض اللي هو الاسكربوت اللي لو تسمع عنه. لما ابتدى ياخدوا الفواكه اللي فيها فيتامين سي اعراض المرض دي راحت. فحاجه زي الفيتامين سي دي لو ما خدتهاش من الاكل بتاعك او خدتها على هيئه مكمل غذائي للاسف هتتكل على الله. وتحت النوع ده من العناصر الغذائيه الاساسيه يندرج تحتيها الاوميجا 3. يا نهار اسود، يعني انا لو ما خدتش اوميجا 3 هموت؟ مش بالظبط كده دبابه، لان هم زمان العلماء وهم بيدوروا على الموضوع ده منعوا نفسهم بطريقه ما تعرفش ازاي عن الاوميجا 3 ان هي تدخل في الاكل بتاعهم تماما، بعيد عنك كانوا هبل. فلما عملوا الموضوع ده ابتدت تظهر عليهم اعراض نقص الاوميجا 3، فعشان كده الاوميجا 3 تتصنف ان هي عنصر غذائي اساسي ما ينفعش تعيش من غيره، بس كميته اللي انت محتاجها في اليوم علشان تعيش بتبقى حاجه صغيره خالص. النوع الثالث من العناصر الغذائيه الاساسيه دي هي حاجات ساعات بتحتاجها وساعات ما بتحتاجهاش، زي مثلا الفيتامين د. لو انت بتتعرض للشمس فانت مش محتاج فيتامين د، لو انت ما بتتعرضش للشمس فانت هتحتاج لفيتامين د. وطبعا 99% من المصريين محتاجين فيتامين د، ما فيهاش كلام. نخش بقى على الدهون نفسها دي. هنجيب الدهون دي ونقسمها لنصين. قسمتها لنصين. تمام. النص الاولاني اللي هي الدهون المشبعه، والنص الثاني الدهون الغير مشبعه. فالنص الاولاني بقى بتاع النص الاولاني مش بتاع النص التاني. الدهون المشبعه دي هي الدهون الصلبه في درجه حراره الاوضه. هي هشبهها كده ان هي مشبعه فصلبه تخينه الكلام ده كله، زي مثلا دهون الحيوانات، السمنه والزبده والكلام ده كله، حتى الحاجات المصنعه زي مثلا السمنه المهدرجه. وطبعا كلنا عارفين ان السمنه المهدرجه دي كلها بلاوي وزي القرف. هم بيجيبوا شويه زيت ويحطوا لك فيها هيدروجين ويعملوا لك المنتج الغريب ده اللي طالعين لنا بيه السما. حتى لو جابوا لك دكتور وقالوا لك ان هم عاملين سمنه مصنعه مش مهدرجه، اهدأ وركز وقل له انت كذاب. كيميائيا مستحيل يا حبيبي. بالمناسبه انا دكتور علاج طبيعي ومعايا بلطو، ممكن بمنتهى البساطه اعمل كده واقول لك بقى ان السجاير مفيده وان السمنه المهدرجه دي حاجه صحيه جدا وان هي اصلا مش مهدرجه وان احنا مصنعينها من غير ما نهدرجها، واقول لك كمان الكازين مضر جدا وبيسبب جلطات. علشان ايه بقى؟ عشان احنا بنجيب كده اللبن والواي بروتين بيطلع لفوق والكازين بينزل لتحت بيوطى كده، هو مضر. عارف ليه؟ عشان هو واطي. نيجي بقى للدهون الغير مشبعه، ودي اللي هي بتبقى سايله في درجه حراره الاوضه، ودي بتتقسم برضو لنصين. انا عارف ان انا قرفتك بالانقسامات بتاعتي بس هعمل لك ايه يعني، ادي الله ودي حكمتي. دي بتتقسم لموفا وبوفا، وصدقني انت مش محتاج تعرف دول اختصار لايه. البوفا دي بقى يندرج تحتها الاوميجا 3 بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. يا فرج الله اخيرا وصلنا لها. زغرتوا يا اخوان، يا حتى زغرتي والنبي يا نسوان. الله 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 الله، ايوه زغرتوا زغرت يا عم سامحوني. الحمد لله اخيرا وصلنا لها. الاوميجا 3 دي بقى في ايه منها؟ هي مش حاجه واحده، يعني ما حدش يفتكر ان الاوميجا 3 دي هي حاجه واحده كده، لا. الاوميجا 3 دي ثلاث حاجات. اب اسمه ايه ال ايه، وليه اتنين عيال اي بي اي ودي اتش اي. الاب ده بيتحول للاثنين عيال دول. وبرضه صدقني مش لازم تعرف ايه اختصارات الاي بي اي والدي اتش اي دول، بس انت شكلك مصر تعرف صح؟ طيب الاي بي اي اختصار لايكوزا بنتانويك اسيد، والدي اتش اي اختصار لديكوزا هيكسانويك اسيد. شفت صعبين ازاي؟ ما تزنش عليا تاني بقى، انا عارف مصلحتك اكتر منك. المهم الاثنين الصغيرين دول اللي هم الاي بي اي والدي اتش اي دول ولاد عفاريت، هم اللي بيعملوا كل الشغل اللي احنا عايزينه. بيظبطوا لك بقى القلب بتاعك والذاكره والناس اللي عندها خشونه في الركبه والناس اللي عندها روماتويد، وبتقلل حساسيه الجسم الهرمون الليبتين ده المسؤول عن الجوع. فانت لما بتاخد الاوميجا 3 مش هتجوع قوي، معدل الحرق بتاعك مش هيقل بنسبه كبيره مع الوقت يعني. ولكن يا دبابه الحلو دايما مش بيكمل، متعرفش ليه كده. فاكر الاب اللي قلت لك ان هو بيتحول لاي بي اي ودي اتش اي؟ او الاب ده بقى
نسبة تحوله للاي بي اي في الجسم صغيرة جدا، ونسبة تحوله للدي اتش اي تكاد تكون معدومة اساسا، اللي هي 0.1%. ده غير كمان انك لما بتاخد اوميجا 6 مع الاوميجا 3، ودي سهل ان انت تاخدها من الاكل، نسبة التحول دي بتقل كتير قوي، لان الانزيم اللي شغال على الاوميجا 6 هو نفس الانزيم اللي شغال على الاوميجا 3، ونسبة الاوميجا 6 اللي في الجسم كبيرة، والانزيم ده نسبته على قده كده شوية. فبالعقل كده انزيم نسبته قليلة وقدامه شغل كتير مع الاوميجا 6، شغل قليل مع الاوميجا 3، هيعمل ايه؟ انت بتفكر اكيد هيروح للاوميجا 6. فبما ان الاب اللي هو الاي ال اي ده بيجي من المصادر النباتيه زي مثلا بذور الكتان وعين الجمل، فاحنا اثبتنا ان هو ملوش لازمه لان تحوله قليل جدا. ما عدا بقى لو انت السمكه بتروح تاكل النباتات وتحولها لاوميجا 3 اللي هي الاي بي اي والدي اتش اي. لو انت سمكه كلهم، بس الاي بي اي والدي اتش اي دول بيجوا من المصادر السمكيه زي مثلا الاسماك الدهنيه وزيوت الاسماك دي، زي مثلا الماكريل والسلمون، فانت ممكن تروح تاخدهم من الحاجات دي على طول لو معاك ميزانيه تسمح يعني. ومعلومه مهمه جدا ليك، نسبه الاوميجا 3 مش هي نفس نسبه الزيت. يعني اسلوب من اساليب الماركتنج الجامده جدا بتاعت الشركات ان هي تقول لك الجرعه من العلبه دي فيها 1500 مللي جرام فيش اويل اللي هو زيت السمك، فانت لما مؤاخذه دبابه كده تروح تقع فلوس وتتخزوق فيها فاكر ان الحبايه فيها 1500 مللي جرام اوميجا، انما الحقيقه هي فيها 1500 مللي جرام زيت سمك. ابسطها لك. يعني ال 100 جرام فراخ فيهم 30 جرام بروتين، مش 100. نفس الفكره، الزيت فيه نسبه من الاوميجا، مش نسبه الاوميجا هي نفس نسبه الزيت. فهمت؟ فانت لما تيجي تشتري علبه اقرا المحتويات اللي عليها من الظهر، شوف قد ايه نسبه الاي بي اي بتاعتها، شوف قد ايه نسبه الدي اتش اي، ومالكش دعوه بنسبه الاي ال اي لان احنا لسه شارحين وقاريين نفسنا فيها. وانت بتحتاج الجرام ونص او ال2 جرام اوميجا دول اوميجا حقيقيه، مش محتاجهم كزيت. فاهم الفكره؟ وحاول لما تيجي تشتري مثلا، انت هتشتري علبه وليكن الحبايه فيها 1000 مللي جرام زيت سمك وفي اي بي اي ودي اتش اي الاثنين على بعض مجموعهم 500، لا حاول تشتري المجموعهم اعلى، حاول تشتري مجموعهم 800 700، لان الفرق ما بينهم ده اللي هو مثلا هيكون الفرق اللي هو ما بين ال 500 وال 1000 بتوع زيت السمك، ده زيت مش معروف، فانت بتاخد حاجه انت مش عارفها في الاخر. ممكن الزيت ده يكون اي كلام على فكره، وده حاجه عاديه جدا. ومن الشركات اللي في مصر المحترمه اللي بتقدم نسبه اوميجا كويسه لكل حبايه في جواها هي شركه انفينيتي وزاندروس وليميتلس، بيكون فيه تقريبا متوسط الحبايه او الجرعه من 600 ل 800 مللي جرام اي بي اي ودي اتش اي على بعض. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت محتاج تاخد من مثلا من جرعتين ل4 من اللي مكتوبين على العلبه علشان توصل ل2 جرام اوميجا اللي انت عايزهم. اتصدمت صح؟ عامل لك ايه بقى؟ كان لازم نشرح الفرق ما بين الزيت والاوميجا. ممكن تريح بالك وتروح تاكل ماكريل او سلمون، ده لو انت يعني معاك فلوس الحاجات دي. ولو انت وصلت لحد هنا فشكرا جدا ليك، انت شخص بتحب تتعلم وما بتحبش تاخد المعلومه على الجاهز، وان شاء الله هتنجح في حياتك لانك بتحب توصل لجذور المعلومه. الكلام ده ما يخضكش، الكلام ده هيطمنك، عشان انت بعد كده لما تروح تشتري علبه اوميجا 3 هتكون عارف انت هتشتري ايه بالظبط، مش هتروح تشتري اي كلام وخلاص، تروح تشتري اعلى حاجه في الكونتنت بتاعها من الاي بي اي والدي اتش اي، وهتبعد عن الحاجات اللي فيها زيوت نباتيه زي الاي ال اي، يقول لك بقى زيت بيتريك التاني، يقول لك الحاجات دي كلها، ابعد عن الكلام ده كله، اشتري زيت السمك اللي فيه اعلى نسبه اي بي اي ودي اتش اي. ودينا عرفنا كل حاجه بالتفصيل عشان ما تروحش تتحور في علبه غاليه وفي الاخر مش هتعمل لك حاجه يعني. وبس كده، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وما تنساش تعمل زر الجرس، ورمضان كريم عليك. سلام. ويبقى ننزل بص على المصادر، يمكن انا كداب ولا حاجه.